كل ما تقعد مع حد يقولك السوق نايم يا باشا، الناس مش بتشتري، مفيش شغل، البلد بقت واقفة. بس الغريب انك تلاقي واحد تاني في نفس السوق ده في نفس الظروف وبيكسب كويس جدا. ازاي؟ الحقيقة السوق مش نايم، السوق دايما شغال، بس مش كل الناس بتعرف تشتغل فيه. وهقول لك على امثله من ارض الواقع. محلات الملابس، تاجر بيقول السوق نايم، بس في نفس الوقت في ناس بتبيع اونلاين وبتكسب اضعافه. المطاعم، مطعم بيقفل لانه مفيش زباين، وفي مطعم تاني شغال على الدليفري بس وبيكسب اضعاف الاول. العقارات، سمسار بيقول الناس بطلت تشتري، وفي حد تاني بيبيع بنفس الاسعار بس بطريقه تسويق مختلفه. 3 خطوات تنفذها فورا. 1. افهم التغيير اللي حاصل في السوق. الناس ما بقتش تشتري بنفس الطريقة التقليدية. دور على فين الفلوس رايحة، واسأل نفسك هل الناس بتشتري اونلاين اكتر؟ طب ليه انا مش هناك؟ وجرب طرق جديدة للبيع. مثلا لو عندك محل، جرب تعمل اعلانات مستهدفة على فيسبوك بدل ما تستنى الزبون يعدي من قدامك. لو بتشتغل في العقارات، جرب تعمل فيديوهات توضح مزايا كل عقار بدل ما تعتمد على الكلام بس او البوستات بس. وبعد كده اتعلم التسويق والبيع الفعلي. بص على المنافسين الناجحين ازاي بيكسبوا. استثمر وقتك في انك تتعلم التسويق الحديث بدل ما تقعد تشتكي من الظروف. الخلاصة، السوق مش نايم، بس انت اللي ممكن تكون نايم عليه.